السلام عليكم حبايبنا في كل مكان، خصوصا طلاب ثالثه اعدادي في كل مكان. اتكلمنا الحصه اللي فاتت على اول جزء في الدرس الاول عندك. اتكلمنا على قارات العالم الجديد اللي هم 3 قارات: امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا، واخدنا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، وختمنا باهميه الموقع بالنسبه لكل قاره من قارات العالم. تمام. النهارده ان شاء الله نتكلم على ايه؟ هنتكلم على الجزء الثاني في الدرس. الجزء الثاني يا مستر بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على مظاهر السطح. مظاهر ايه؟ مظاهر السطح اللي هي التضاريس. هتكلم النهارده على الجبال والهضاب والسهول في قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا. همسك كل قاره وهتكلم على 3 حاجات، هتكلم على الجبال وهتكلم على الهضاب وهتكلم على السهول. تمام. اول حاجه بنتكلم قلنا على مظاهر سطح قارات العالم الجديد. طبعا ديت قاره امريكا الشماليه، ودي قاره امريكا الجنوبيه. تمام. وطبعا ديت قاره استراليا، اللي اصغر قاره من قارات العالم الجديد والعالم عموما. تعالى بقى كده نتكلم اول حاجه النهارده على مظاهر سطح قاره امريكا الشماليه. انا همسك كل قاره هعمل فيها ايه؟ قال لك انا همسك كل قاره هطلع الجبال اللي عندها، وهطلع السهول اللي عندها، وهطلع الهضاب. طب مستر، هاكد على معلومه قلتها في الفيديو اللي فات، اول فيديو. هل انا مطالب باللي مكتوب بس في الكتاب؟ قال لك لا، انت مطالب باللي مكتوب وكمان مطالب باللي موجود على الخريطه، يبقى الاثنين. هتلاحظ انا النهارده هديك معلومات على الخريطه زائد المعلومه اللي موجوده عندك في الكتاب. فاحنا هنشتغل على كام حاجه؟ هنشتغل على حاجتين: اللي موجود عندك في الكتاب مكتوب، واللي موجود على الخريطه. فانا هذاكر الاثنين. تمام. اول حاجه هنتكلم على الجبال اللي موجوده في قاره امريكا الشماليه. انا عندي نوعين من الجبال، دي امريكا الشماليه اهي. انا عندي كام نوع يا مستر؟ هقول له انا عندي نوعين من الجبال. عندي كام نوع؟ هقول له عندي نوعين من الجبال. اول حاجه عندك اللي هي جبال الابلاش يا بلاش. اسمها ايه؟ جبال الابلاش يا بلاش. تمام. وتاني نوع من الجبال اللي هي اكبرهم واهمهم اسمها جبال روكي. جبال ايه؟ جبال روكي. انا كده عندي كام نوع من الجبال في امريكا الشماليه؟ هقول له عندك نوعين: في الشرق الابلاش يا بلاش، في الشرق الابلاش يا بلاش، وعندك في الغرب جبال ايه؟ جبال روكي. تمام. دي اول حاجه عندك في الجبال. ماشي يا مستر، ده بالنسبه للجبال. طب مستر، انا عندي كام هضبه موجوده في امريكا الشماليه؟ عندك هضبتين، واحده مكتوبه عندك في الكتاب اللي هي هضبه ليبرادور، وواحده ثانيه عندك اهي مش مكتوبه بس هتذاكرها، اللي هي اسمها هضبه المكسيك. يبقى انا كده يا مستر عندي جبال الابلاش يا بلاش، جبال الابلاش يا بلاش في الشرق، وعندك جبال ايه؟ روكي، دي اكبرهم. تمام. طب بالنسبه للهضاب، عندك هضبه موجوده في الشمال الشرقي اسمها هضبه ليبرادور، وعندك هضبه المكسيك في الجنوب. تمام. طب مستر، انا كده اتكلمت على الجبال والهضاب. قال لك يا معلم اهو، عندك الجبال، جبال الابلاش يا بلاش موجوده فين يا مستر؟ شرق القاره. تمام. طب جبال روكي موجوده فين يا مستر؟ غرب القاره. تمام. طب مستر، بما تفسر ليه يا مستر؟ ليه يا مستر الجبال في امريكا الشماليه مهمه جدا؟ قال لك بص يا معلم، مهمه جدا، فيها معادن ومركز للسياحه. خدها قاعده: اي جبال بيكون فيها معادن، فيها صخور، فدي اسمها الاهميه الاقتصاديه. الاهميه ايه؟ الاقتصاديه. تمام. يبقى كده يا مستر بالنسبه للجبال اللي موجوده في امريكا الشماليه، عندك جبال الابلاش وعندك جبال روكي. عظيم. طب بما تفسر، ايه اهميه ده وده، او ايه اهميه الجبال في امريكا الشماليه؟ هقول له هي فيها معادن زائد هي مهمه جدا في السياحه. ماشي، ده بالنسبه للجبال. الهضاب انا قلت لك عندك هضبتين، واحده مكتوبه عندك في الكتاب اللي هي ليبرادور، واحده موجوده على الخريطه اللي هي اسمها المكسيك. وليبرادور عندك في الكتاب كنصا مكتوبه وعندك في الخريطه. بالنسبه لليبرادور قال لك موجوده فين؟ في الشمال الشرقي، تمتد شمال شرق القاره. ماشي. طب مستر، هي هضبه ليبرادور مهمه؟ قال لك اه مهمه. مهمه ليه يا مستر؟
قال لك فيها انهار بتعمل شلالات. فيها ايه؟ فيها انهار بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك شلالات. عظيم الكلام ده. طب مستر، ما النتائج المترتبه على ايه؟ نتيجه ان هضبه لبرادور مش فيها انهار عملت لك شلالات. ايه نتيجه ده بقى؟ قال لك والله هي مهمه جدا جدا في الطاقه الكهرومائيه. ايه؟ في الطاقه الكهرومائيه. ايه؟ في الطاقه الكهرومائيه. ماشي يا مستر. يبقى كده يا مستر عرفت ان هضبه لبرادور في الشمال الشرقي. عظيم. هضبه لبرادور مهمه، مهمه جدا. ليه؟ فيها انهار، والانهار بتعمل لك شلالات، وانت عارف وانا عارف والناس كلها عارفه ان الانهار بتعمل لك حاجه اسمها الطاقه ايه؟ توليد الطاقه الكهرومائيه. عظيم. زائد طبعا عندك هضبه ايه؟ عندك هضبه المكسيك اللي موجوده برضو في امريكا الشماليه. خش يا معلم بقى على السهول وركز قوي 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 في جزء السهول. بص، السهول هي عباره عن 3 انواع: سهول ساحليه، سهول فيضيه، سهول صحراويه. ساحليه، فيضيه، صحراويه. ساحليه، فيضيه، صحراويه. مستر نعم. هي قاره امريكا الشماليه هل فيها 3 انواع من السهول؟ قال لك لا. امريكا الشماليه عندها سهول ساحليه وسهول فيضيه. انا هديك التركايه، هديك القاعده اللي انت هتمشيها على اي قاره عندك. بص يا معلم، جيب الخريطه. بص يا حبيبي، طبعا دي خريطه امريكا ايه؟ امريكا الشماليه. انا يا مستر مش عايز احفظ، انا عايز افهم. امتى اقول المكان ده سهول ساحليه، وامتى اقول المكان ده سهول فيضيه؟ قال لك بص القاعده: اي بحر، اي محيط، اي خليج بيعمل لك سهول ساحليه. تاني: اي بحر، اي محيط، اي خليج بيعمل لك ايه؟ سهول ساحليه. طب مستر بص على الخريطه، فين يا مستر البحر والمحيط؟ بص يا معلم اهو، مثلا عندك هنا المحيط ايه؟ القطب الشمالي، هنا في سهول ساحليه. ماشي. عندك مثلا هنا في ايه؟ هنا في المحيط الاطلنطي، فالجزء ده كله سهول ساحليه. هنا في ايه؟ المحيط الهادي، الجزء ده كله سهول ساحليه. عندك مثلا هنا في خليج المكسيك، الجزء ده كله سهول ساحليه. البحر الكاريبي سهول ساحليه. يبقى انت خدت القاعده: اي بحر، اي محيط، اي خليج سهول ساحليه. تاني: اي بحر، اي محيط، اي خليج سهول ساحليه. عظيم. طب انا عايز اعرف هو المكان ده امتى اقول عليه سهول فيضيه؟ قال لك بص يا معلم، احفظ بقى القاعده ديت. قال لك اي نهر بيعمل لك ايه؟ ارض خصبه صالحه للزراعه يتركز فيها الكثافه السكانيه. قولي يا هنيه: ارض خصبه صالحه للزراعه يتركز فيها الكثافه السكانيه. تقولي هنيه. حلو. يبقى كده يا مستر اي نهر بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سهول فيضيه. يبقى انت عينك على الخريطه هتبص على ايه؟ هتبص على اي نهر. اي نهر لقيته يعمل لك سهول فيضيه. فالكلام ده كله هتمشيه على قاره امريكا الشماليه، قاره امريكا الجنوبيه، وقاره استراليا. عظيم. انا يا مستر عندي كام نهر في امريكا الشماليه؟ قال لك والله يا ولدي انت عندك بسم الله عندك نهر هنا اسمه نهر الميسيسيبي. ماشي يا مستر، ده مهم، مهم جدا. ده يعتبر هو اهم انهار قاره امريكا الشماليه. نهر ايه؟ نهر الميسيسيبي. ماشي، عظيم، حلو الكلام ده. تعالى بقى كده نشوف السهول اللي عندك في امريكا الشماليه. قال لك السهول، في سهول فيضيه. سهول ايه؟ فيضيه. ماشي. وفي سهول ساحليه. عظيم. الفيضيه ركز بتشغل مساحه كبيره من قاره امريكا الشماليه. يبقى كده الجزء الاكبر فين؟ او الجزء الاكبر من حيث السهول في امريكا الشماليه، السهول الفيضيه ولا الساحليه؟ اقول لا يا معلم، المستر قال لي الجزء الاكبر من قاره امريكا الشماليه سهول ايه؟ هقول له سهول فيضيه. طب مستر هو نهر الميسيسيبي اي نهر في الدنيا بيعمل لك سهول ايه؟ فيضيه. شاطر. ليه اسم. يعني مثلا
احنا خدنا السنه اللي فاتت ان البت اوب والبت نانسي والبت لينا الثلاثه بيعملوا حاجه اسمها سهول سيبيريا. يا مستر خدناها في ثانيه اعدادي. طب مثلا انت عندك بقى السنه دي عندك نهر مين؟ الميسيسيبي. النهر ده بيعمل سهول فيضيه اسمها ايه؟ السهول الوسطى. ايه؟ السهول الوسطى. مين؟ السهول الوسطى. عظيم. فقال لك بالنسبه للسهول الوسطى مين بيكونها؟ نهر الميسيسيبي. طب السهول الوسطى اللي عملها نهر الميسيسيبي، انا عايز يا مستر اميز النهر ده ايه ميزته؟ ايه اهميته؟ قال لك والله ده هو اطول انهار القاره. محدش يقول لي مستر نهر النيل يا مستر، لا يا حبيبي، نهر النيل هو اطول نهر في العالم، لكن نهر الميسيسيبي هو اطول نهر في قاره امريكا الشماليه. حلو الكلام ده. فقال لك نهر الميسيسيبي هو اطول انهار القاره، طبعا بيصب فين؟ خليج المكسيك. شفت عندك على الخريطه، تمام. طب النهر ده اللي كون ده بيمتد من اللي فين؟ قال لك بص هات كده الخريطه. قال لك بيمتد فين الميسيسيبي؟ اهو بيمتد من اللي فين بقى؟ قال لك بين جبال الابلاش في الشرق لحد جبال روكي في الغرب، وفي النص اهو، في النص ده كله اسمه ايه؟ نهر الميسيسيبي. تمام. عظيم قوي الكلام ده. كده اتكلمت على السهول الفيضيه في امريكا الشماليه. خش بعد كده على السهول الساحليه. مستر مش انا قلت ان اي بحر اي محيط اي خليج بيعمل لي سهول ساحلي؟ قال لك في بقى قاعده مهمه جدا جدا جدا، خدها قاعده. حضرتك لو انت لقيت جبل او هضبه لازقه جنب الساحل وانت مغمض، قول الساحل ضيق. ايه؟ الساحل ضيق او يضيق السهول الساحليه. ماشي؟ ماشي. يعني مثلا هديك قاعده دلوقتي او هديك مثال. هنا عندك جبال ايه؟ جبال روكي. جبال روكي فين يا مستر؟ هي جنب المحيط الهادي، ده سهول ساحليه وانا مغمض. هقول له كده يا مستر وانا مغمض، هقول له هل السهول اللي هي عند المحيط الهادي الساحل ده ضيق ولا واسع؟ اقول له لا ضيق. ليه؟ اقول له بسبب اقتراب حفات جبال روكي من الساحل بتاع المحيط الهادي. مستر طب جبال الابلاش ماشي، بس جبال الابلاش مش طويله، هي مش طويله، مش لازقه قوي. يبقى خدها قاعده هنا، المحيط الاطلنطي ولا الهادي اللي بتضيق فيه السهول الساحليه؟ اقول لا، هقول المحيط الهادي بتضيق في السهول الساحليه، بتكون ضيقه. طب بما تفسر ليه يا مستر؟ هقول له يا مستر عشان المستر قال لي كده اقتراب حفات الجبال من المحيط الهادي اللي اسمه ايه؟ جبال روكي. عظيم. ده بالنسبه لجزء مهم جدا لازم تعرفه. فانت هنا عندك قال لك ايه؟ قال لك ان سهول المحيط الهادي موجوده فين؟ في الغرب. ماشي. طب الاطلنطي موجوده فين؟ في الشرق. عظيم. الهادي فين؟ الهادي في الغرب والاطلنطي في الشرق. طب الهادي لا، انا ضيقه. ليه يا مستر؟ قال لك بسبب اقتراب الجبال الغربيه اللي هو قصده على مين؟ روكي من الساحل. طب المحيط الاطلنطي قال لك لا، انا متسعه شويه، فانا اكثر اتساعا وانا عندي خلجان. طب مستر ممكن يقول لي في الامتحان ما النتائج المترتبه على كثره الخلجان التي توجد على المحيط الاطلنطي؟ ايه نتيجه ان في خلجان كتير؟ هقول له استنى كده، نتيجه ان في خلجان كتير ده احنا خدناها في ثانيه اعدادي في اوروبا. اقول له ادى ذلك الى انشاء الموانئ الطبيعيه. عظيم. يبقى انشاء ايه؟ اقول له انشاء الموانئ الطبيعيه. وكلمه ميناء ده المكان اللي بترسو فيه السفينه، يعني موقف السفينه. عظيم. ده بالنسبه للسهول الساحليه. اخر حاجه عندك الجزر. بص يا معلم، طبعا كلمه جزيره انت عارفها، هو مكان، ده الحصه اللي فاتت، مكان يابس تحيط به المياه من جميع الجهات. ايه اشهر جزيره في امريكا الشماليه؟ قال لك معروفه جدا، اسمها جزيره جرينلاند، طعم الجبن الاصلي. جزيره ايه؟ جرينلاند، مش عبور اللاند، معلش اسمها ايه؟
جرينلاند طعم الجبنه الاصلي. فين يا مستر الكلام ده؟ قال لك بص يا معلم اهي دي قاره امريكا الشماليه. فين البت جرينلاند؟ اهي اللي هي عندك تحت اهي. جرينلاند هي يعتبر هي اكبر جزر قاره امريكا الشماليه. جرينلاند، جرينلاند مش عبور لاند. نركز، جزيره ايه؟ جرينلاند هي اكبر جزر القاره. ماشي يا مستر، كده احنا خلصنا من قاره امريكا الشماليه. بعد كده هنخش على اختها التوأم بتاعها امريكا ايه؟ امريكا الجنوبيه. بص يا معلم، احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان في تشابه بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. ايه التشابه؟ ان شرق القارتين دولت محيط اطلنطي، طب غرب القارتين محيط هادئ. فين يا مستر؟ الشرق هنا محيط اطلنطي، غرب محيط هادئ، فوق برضه عندك الشرق محيط اطلنطي، الغرب محيط هادئ. حلو. طب شمال امريكا الجنوبيه بحر الكاريبي بتاع الكاريب، طب جنوب امريكا الشماليه البحر الكاريبي، ففي تشابه. تمام. تعالى دلوقتي بقى نتكلم عن ايه؟ هنتكلم زي ما عملت مع اختها هعمل معاها. اول حاجه هنتكلم على الجبال. قال لك بص يا معلم، انت عندك جبال مهمه جدا 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 اسمها ايه يا مستر؟ اسمها جبال الانديز. جبال ايه؟ جبال الانديز. وركز لان في معلومه خطيره جدا مكتوبه عندك على جبال الانديز. ماشي. هل انا عندي جبال ثانيه في امريكا الشماليه؟ مستر احنا في الجنوبيه، مركز معايا. امريكا الشماليه فيها اثنين، الابلاش يا بلاش وروكي. طب امريكا الجنوبيه حاجه واحده بس مهمه جدا وطويله جدا اللي هي اسمها جبال الانديز. طب انا دلوقتي انت اللي هجاوب دلوقتي على السؤال ده مش هشرحه. وهنا يا مستر المحيط الاطلنطي، المحيط الاطلنطي هنا بيضيق السهول الساحليه ولا بتتسع كاطلنطي؟ والمحيط الهادي بيضيق ولا بيتسع ولا استنى كده؟ لا، هنا يا مستر جبال الانديز هي لازقه جنب الساحل بتاع المحيط الهادي، يبقى هنا ايه؟ هقول له يضيق. طب هنا لا، هنا يتسع. زي برضه فين؟ زي برضه في امريكا الشماليه. ده بالنسبه للجبال اللي هو جبال الانديز. طب مستر بالنسبه للهضاب، انت عندك 3 هضاب، واحده مكتوبه في الكتاب واثنين او الثلاثه بقى، في 3 موجودين على الخريطه. طب انا مطالب انت مطالب بالثلاثه، هي كده انت مطالب بايه؟ بالثلاثه. بص يا معلم، عندك في الشمال هضبه جيانا. هضبه ايه؟ جيانا. حلو. انا عايز اعرفها لو جات لي في الامتحان. هنا عندك مين؟ هنا عندك خط الاستواء او دايره الاستواء، فوق الاستواء هضبه جيانا. حلو. طب مين يا مستر اكبرهم؟ اهمهم هضبه البرازيل، يعتبر موجوده في شرق القاره او يعتبر هنا في الوسط. ماشي، دي اكبرهم. الهضبه الثالثه عندك هضبه تحت في الجنوب اسمها هضبه باتاجونيا. تيرين تين تين تيرين اللي هلعب بيه تارانتم. هضبه ايه؟ هضبه باتاجونيا. هضبه ايه؟ باتاجونيا دي اصغر هضاب قاره امريكا الجنوبيه. عظيم. فانت كده عندك 3 هضاب، عندك في الشمال هضبه جيانا، عندك اكبرهم واهمهم هضبه البرازيل، وعندك اصغرهم في الجنوب تحت هضبه ايه؟ هضبه باتاجونيا. هضبه ايه؟ هضبه باتاجونيا. عظيم. ده بالنسبه للجبال والهضاب. فقال لك هنا الجبال عندك الانديز موجوده طبعا في الغرب. ركز ركز. اطول سلسله جبليه، اطول سلسله جبليه في العالم. مستر احنا خدنا السنه اللي فاتت ان الهيمالايا هي اعلى الجبال، صح؟ لكن اطول سلسله جبليه هي الانديز. اطول سلسله، اطول جايه من الطول، اطول سلسله جبليه جبال مين؟ جبال الانديز. عظيم. طب انا قلت لك من 5 دقائق كده 10 دقائق قلت لك ان اي جبال بيكون فيها ايه؟ فيها معادن. هنا عندك فيها ايه؟ هنا فيها النحاس والقصدير. يبقى مستر ايه اهميه جبال الانديز؟ هقول والله اهميه جبال الانديز هي اطول سلسله جبليه، اطول سلسله جبليه، اطول سلسله جبليه، زائد هي مخزن للنحاس والقصدير. يعني فيها نحاس وفيها ايه؟ وفيها قصدير. عظيم. ده بالنسبه
بجبال الانديز. الهضاب عندك البرازيل. فين يا مستر؟ في شرق القاره. مستر مين اكبر هضاب امريكا الجنوبيه؟ هقول له هضبه البرازيل. ماشي. طب هي مهمه؟ ما انا قلت لك اي جبل اي هضبه فيها ايه؟ فيها معادن، فيها صخور. فقال لك هضبه البرازيل هي مهمه جدا لان فيها ثروات معدنيه، فيها معادن كتير، فدي اسمها الاهميه الاقتصاديه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاهميه الاقتصاديه. تمام. ده بالنسبه لهضبه البرازيل. خش بعد كده على السهول. بص يا معلم، احنا دلوقتي قلنا السهول الساحليه. هنا في سهول ساحليه، هنا في ساحليه، هنا في ساحليه. عظيم. هنا ايه؟ بتتسع. هنا ايه؟ بتضيق. دي السهول الساحليه. اه يا مستر. عظيم. خش على الانهار. اي نهر بيعمل لك ايه؟ ارض خصبه صالحه للزراعه يتركز فيها الكثافه السكانيه واليهانيه. دي ايه؟ دي السهول الفيضيه. عظيم. انا عندي هنا نهر خطير جدا، خطير جدا جدا جدا. اسمه ايه يا مستر؟ اسمه نهر الامازون. نهر ايه؟ الامازون. ده خطير جدا في بقى ده. لو نهر النيل اطول انهار العالم، فالامازون هو اوسع سهول فيضيه في العالم. لو نهر النيل اللي في افريقيا هو اطول انهار العالم، فنهر الامازون هو اوسع سهول فيضيه في العالم. ماشي. هتلاحظ حاجه، اي نهر هقوله دلوقتي بيصب هنا في الاطلنطي، محدش بيصب في الهادي. ماشي. دي قاره امريكا ايه؟ قاره امريكا الجنوبيه. ماشي يا مستر. ده نهر الامازون. عندك بقى عندك 3 انهار مهمين جدا. طبعا الامازون عشان تحله في الخريطه في الامتحان، شوف فين الاستواء. تحت الاستواء الامازون. فين الاستواء؟ اهي تحته مين؟ الامازون. عظيم. حلو الكلام ده. طب مستر انا دلوقتي عايز اعرف مين ال3 انهار التانيين. حبيب قلبي بحبهم جدا جدا جدا، وفرحت ان هم جولنا تاني في المنهج الجديد. عندك 3 انهار عند مدار الجدي. واحد اسمه بارانا، باراجواي، لابلاتا او لبلاتا. ماشي. تاني بارانا، باراجواي، لابلاتا او لابلاتا. حلو. احنا بقى بنقول لهم ايه؟ يلا. اما بارانا بارانا اما بارانا، نهر باراجواي ولابلاتا عملوا البنباسه. حلو يا مستر الله الكلام ده. يبقى نهر بارانا، باراجواي، لابلاتا عملوا ايه؟ سهول البنباس. انا قلت لك اي نهر بيعمل لي حاجه اسمها سهول ايه؟ سهول فيضيه. عظيم قوي الكلام ده. تمام. كله بيصب فين؟ في المحيط الاطلنطي. نخش بعد كده على الشرح الكتاب. قال لك بص، عندك السهول الفيضيه برضه بتشغل مساحه كبيره من القاره. زي مين؟ زي امريكا الشماليه. ماشي. عندك مين يا مستر؟ عندك الامازون. ايه الاهميه او ايه هي مميزات الامازون او ايه خصائصه؟ اول حاجه تحفظها كده، اوسع سهول فيضيه. ايه؟ اوسع سهول فيضيه. مين اوسع سهول فيضيه؟ عظيم. طب الامازون بيجي منين؟ بيجي من عند الانديز. ماشي. طب بيصب فين؟ قلت لك اطلنطي في الشرق. تمام. الامازون فيه مستنقعات وبرك زي ما خدنا في افريقيا في اولى اعدادي. ماشي. مستر هو مش الامازون قلت لك ان هو، شوف فين الاستواء؟ هو تحت الاستواء. بل هو اصلا عند خط الاستواء. يعني نهر الامازون هو عند خط الاستواء، وانا عارف وانت عارف والناس كلها عارفه ان اي مكان عند خط الاستواء مناخه استوائي. وانا خدت السنه اللي فاتت ان في غابات بتنمو عند خط الاستواء اسمها الغابات ايه؟ شاطر. المداريه المطيره. ايه؟ المداريه المطيره. فقال لك عند نهر الامازون في غابات مداريه مطيره. غابات ايه؟ غابات مداريه مطيره. عظيم. تمام. ده كله فين؟ في الامازون. ماشي يا مستر. طب هل مكتوب هنا عندك بقى بارانا وباراجواي؟ مش مكتوب، بس انت هتجيلك في الامتحان عادي. انت مش مطالب بس باللي مكتوب نصا في الكتاب، انت مطالب باللي مكتوب نصا واللي على الخريطه. تمام. الساحليه طبعا عندك هنا، قلت لك هنا طبعا الهادي في السواحل الغربيه والاطلنطي في السواحل ايه؟ في السواحل الشرقيه. مين ضيق؟ قلت لك الهادي. ليه هادي؟ قال لك اصل جبال الانديز قريبه مني. قلت لك ماشي. طب يا اطلنطي عندك موانئ؟ زي امريكا الشماليه، وعندي برضو
مستنقعات. طب انت يا مستر هنا عندك جزر؟ عندي في امريكا الجنوبيه جزيره اسمها مستر، اسمها جزر فوكلاند. تحت عندك ايه في الجنوب؟ جزر ايه؟ جزر فوكلاند. طب مستر هي هنا في الاطلنطي ولا في الهادي؟ قال لك لا، جزر فوكلاند في المحيط الاطلنطي. فقال لك هنا عندك جزر فوكلاند في المحيط الاطلنطي تحت عندك في الجنوب خالص. كده اتكلمت على قاره امريكا الشماليه والجنوبيه. ركز بقى في اخر قاره عندك اللي هي قاره استراليا. بص يا معلم، هي قاره صغيره بس تحير. هي صغيره بس فيها معلومات مهمه جدا جدا لازم تاخد بالك منها. معلومات هضيفها لك موجوده عندك في الخريطه وانت هتذاكرها، مطالب تذاكرها. زي مثلا انت عندك فوق قلت لك قبل كده عندك بحر قرافوره في الشمال، عندك بحر تيمور، تمام، عندك هنا في الشرق بحر مرجان بتاع عادل امام، عظيم، يبقى انت كده يا مستر عندك قرافوره وعندك تيمور. تيمور بتاع محمد هنيدي كلنا عارفينه، والمرجان بتاع عادل امام. ماشي يا مستر. طب مستر قلت الحصه اللي فاتت استراليا هنا هادي، في الشرق، في الجنوب هندي، وفي الغرب هندي، عظيم، تمام، حلو الكلام ده. ركز بقى، انت عندك هنا خليج خطير جدا جدا اسمه الخليج الاسترالي الكبير، ده مهم. الخليج ايه؟ الخليج الاسترالي الكبير، عظيم، حلو. انت عندك نهرين خطار جدا، خطيره جدا. نهر اسمه ماري ودارلينج، ماري ودارلينج. عندك جبال واخده شكل ايه؟ بص الجبال اهي واخده شكل القوس، اسمها جبال الحاجز الكبير. جبال ايه؟ الحاجز الكبير. يبقى تاني يا مستر، فانت عندك بحر قرافوره، بحر تيمور، بحر المرجان، كده كده عندك هادي هندي هندي، هادي هندي هندي، حلو، تمام. وعندك حاجه مهمه جدا اسمها الخليج الاسترالي الكبير، وعندك جزيره مهمه اسمها تسمانيا، وعندك هنا جزيره نيوزيلندا الشماليه والجنوبيه، ده كله هتذاكره. جزيره ايه؟ نيوزيلندا الشماليه والجنوبيه. وطبعا هنا عندك مدار ايه؟ مدار الجدي، يعتبر واخد نص قاره استراليا. هل عندك هضبه؟ عندك هضبه. ده اصلا يعتبر ان قاره استراليا هي يسودها المظهر الهضبي. ايه؟ يسودها المظهر الهضبي. فعندك هنا هضبه اسمها هضبه غرب استراليا او اسمها الهضبه الغربيه، اثنين صح. شوف بقى الكلام عندنا هنا، يقول لك والله يا معلم هنا الجبال اللي هي جبال مين؟ جبال الحاجز الكبير. فين يا مستر؟ في الشرق. تلاحظ حاجه؟ يبقى كده الشرق قاره استراليا. السواحل ضيقه ولا واسعه؟ لا ضيقه. ليه؟ ركز، عند المحيط الهادي زي جبال روكي، جبال الانديز، خدها قاعده، خدها قاعده في الغالب. المحيط الهادي السواحل بتاعته ضيقه. روكي عنده فضيقه، الانديز عند الهادي فضيقه، عندك الحاجز الكبير عنده برضه فضيقه. طب المحيط الاطلنطي؟ لا، المحيط الاطلنطي يتسع، واسع، في مستنقعات، في برك، عظيم. فقال لك جبال الحاجز الكبير بتسقط عليه الامطار، المطر بيسقط عليه. طب ما النتائج المترتبه على ايه نتيجه كده؟ قال لك والله نتيجه ان في امطار بتسقط على الحجز الكبير، فالامطار هتعمل لي انهار حلوه. الامطار هتعمل لي انهار زي ماري ودارلينج، ماري ومين؟ ودارلينج. فقال لك فتنبع منها، من الامطار، الانهار زي ماري وايه؟ هقول له زي ماري ودارلينج، عظيم. طب مستر ايه النتيجه الثانيه؟ قال لك تكسو الغابات مساحات كبيره منها، نتيجه ان في امطار كتير فيطلع ايه؟ يطلع الغابات، تنمو الغابات، تكسو يعني تغطي الغابات مساحه كبيره من قاره استراليا، عظيم، تمام. طب الامطار بتعمل لك ايه؟ مش مستر مش عملت لك انهار، يبقى الامطار عمل لي انهار وعمل لي غابات، قال لك وهيعمل لك سياحه. هيعمل لك ايه؟ سياحه. فقال لك أهمية جبال الحاجز الكبير هيكون فيها أمطار، نتيجة الأمطار تعمل لك أنهار، تعمل لك غابات، وتخلي لك في إيه؟ في نشاط سياحي، فالناس يجوا يعملوا إيه في أستراليا؟ التزلق وتسلق. إيه؟ التزلق
وتسلق يبقى يتسلقوا ويتسلقوا الجبال. تمام. ده بالنسبه لنتيجه ان في امطار كتير بتسقط على جبال الحاجز الكبير. تمام. ده بالنسبه للجبال. الهضاب عندك هضبه طبعا غرب استراليا او اسمها الهضبه الغربيه، واخده تلتين مساحه استراليا. يبقى كده يقول لك امتحان صح وغلط مع التصويب. يسود قاره استراليا المظهر الجبلي اكس كبيره. ليه؟ لان تلتين المساحه رايحه فين؟ رايحه للهضاب اللي هي هضبه غرب استراليا او اسمها الهضبه الغربيه. طبعا في حته بقى هنضيفها دلوقتي، هي السهوله يا مستر اللي موجوده في استراليا اتنين بس. قال لك لا، ده في كمان نوع تالت اللي هي اسمها السهول الصحراويه. يبقى امريكا الشماليه عندها اتنين، امريكا الجنوبيه عندها اتنين. طب استراليا لا، في اتنين مكتوبين وفي واحده هنطلعها من اللي مكتوب عندك. ازاي؟ عندك هنا قال لك ايه؟ الهضاب ديت بيغلب عليها الطابع الصحراوي. يبقى كده في ايه؟ في سهول صحراويه. في سهول ايه؟ صحراويه، مهمه جدا. في سهول ايه؟ سهول صحراويه. فاني مظهر؟ المظهر الهضبي ولا الجبلي؟ لا، المظهر الهضبي. عظيم. عندك طبعا السهول الفيضيه. انت كده كده اصلا عندك نهري ماري ودارلينج، فالاثنين يعملوا سهول ايه؟ فيضيه، بس هي مش كتيره. فقال لك كده توجد بالقاره مساحات محدوده يعني قليله من السهول الفيضيه. طب ليه؟ قال لك بسبب قله الانهار الدائمه بالقاره. يعني يا مستر قال لك اصل المطر مش في كل الاوقات، عندهم المطر موسمي. يعني مثلا المطر مش عندهم في الصيف والربيع، لا هو عندهم في موسم واحد بس، فالمطر مش كتير. نتيجه المطر مش كتير مش هيكون في ايه؟ مش هيكون مفيش مطر، ما مفيش انهار. الامطار بتعمل لك انهار. طب هم عندهم انهار عندهم بس مش كتير، لان الامطار عندهم ايه؟ عندهم الامطار موسميه، موسم يعني تيجي في موسم بس. يبقى تاني، يبقى السهول الفيضيه عندك توجد في القاره مساحات محدوده من السهول ايه؟ الفيضيه. طب ليه اصلا انت محدوده؟ ليه قليله؟ قال لك بسبب قله الانهار الدائمه، فمعظمها انهارها ايه؟ موسميه الجريان. تمام. زي مين؟ زي ماري ودارلينج. بيصبوا فين؟ مهمه جدا جدا جدا، ذاكرها كويس قوي قوي. واللي بيصبوا في الخليج الاسترالي الكبير. ايه؟ الخليج الاسترالي الكبير، مهم احفظها، الخليج الاسترالي الكبير. عظيم. بعد كده السهول الساحليه طبعا هي برضو ضيقه منين؟ ضيقه من ناحيه الشرق. ايه؟ من ناحيه مين؟ الشرق. ليه؟ عند المحيط الهادي اهو، او بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. طب مستر هي السهول الساحليه واخده شكل ايه؟ شريط يعني. واخده شكل ايه؟ الشريط، مش الجبال واخده شكل القوس. فالسهول الساحليه واخده شكل ايه؟ الشريط. اخر حاجه، ايه اشهر الجزر اللي في استراليا؟ هقول له تسمانيا. هتقول يا مستر مش انت قلت ان هم عندهم نيوزيلندا؟ عندهم وهتذاكرها، بس هنا في الكتاب قال لك ايه؟ قال لك ان اشهر الجزر جزيره تسمانيا. طب ليه مهمه يا عم الحاج؟ قال لك والله مهمه لان ايه؟ هي جميله، جمال رباني، جمال طبيعي. قال لك وعندها تضاريس متنوعه، عندها جبال وهضاب وسهول، كل حاجه عندها. يبقى تاني يا مستر، يبقى جزر تسمانيا او جزيره تسمانيا بما تفسر ليه مهمه؟ قال لك اصل جمالها جمال رباني، زائد عندها تنوع في التضاريس، عندها جبال وهضاب وعندها كل حاجه. ده بالنسبه لتضاريس قاره استراليا. يبقى كده النهارده اتكلمت على قاره امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، استراليا، من حيث ايه؟ من حيث مظاهر السطح، من حيث التضاريس. يبقى كده الحمد لله خلصنا اول درس عندنا في المنهج. انت مطالب ايه بقى؟ هتذاكر الجزء ده مع الجزء اللي فات عشان الحصه الجايه ان شاء الله، سواء انت معايا في السنتر او معايا اونلاين او منصه ايا كان، عندك امتحان تحريري وعندك امتحان شفوي.